السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. أنا تغريد سيد، ودي صفحة وقناة كروشيه توته والمبدعات. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض البلوزة القمر دي. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، كمان ميزتها إن هي مش بتستهلك خيط خالص، وممكن توظفيها بكذا شكل، سواء هتلبسيها ككاجوال لاستخدام يومي لجامعة مثلا أو خروجة عادية، او تستخدميها كسواريه. انا كنت عاملاها بلوزه فيها لمعه كده سواريه، ان هي تتلبس على بيزك دريس وتحضري بيها مناسبه كده بسيطه. هيبقى حلو جدا جدا. هنبدا نشتغل مع بعض، وهقولك ازاي تقدري تنفذيها لكل مقاس انت حباه. بس قبل ما نبتدي، يا ريت تقولي لي بتشاهديني من اي بلد، ولو حابه تنفذي البلوزه هتنفذيها باي لون، وهتستخدميها ككاجوال ولا سواريه. هنسمي الله ونبدا مع بعض، بس ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منك. يلا نسمي الله ونشوف طريقة الشغل على طول. اول حاجة انا معايا الخيط ده، خيط كده فيه خط ذهبي. تمام. ومعايا الإبرة المناسبة ليه رقم 4. انت تقدري تستخدمي أي نوع خيط، أي نوع خيط عندك تقدري تستخدميه مع مقاس الإبرة المناسبة ليه. طبعا البلوزة تنفع صيفي وتنفع شتوي، على حسب نوع الخيط اللي هتستخدميه. وكمان انت برضو تقدري تتحكمي في مقاس الإبرة على حسب انت بتحبي الشغل مريح خالص أو مشدود، برضو ده براحتك خالص. تمام. تقدري تنفذيها لأي مقاس، هشرح لك ازاي بالتفصيل. هنبتدي نسمي الله، وهبتدي اشتغل. اول حاجة هعمل عقدة بداية، وهبدأ اشتغل غرز من مضاعفات 12. هشتغل غرز من مضاعفات 12 بتساوي بالمزورة او بالسنتيمتر محيط دوران الراس. فانا هبتدي كده اشتغل 12 غرزة في 12 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وهكرر 12 غرزة في 12 غرزة لحد ما اوصل لمحيط دوران الراس. اشتغلت بالشكل ده كده 72 سلسلة، وهي مضاعفات الرقم 12. تمام. بعد ما اشتغلت ال 72 سلسلة، هبتدي اقسم السلاسل عندي لمجموعات، على مجموعة الدراع الاول، ومجموعة الدراع التاني، ومجموعة للصدر، ومجموعة للظهر. طب عشان اقسمهم ازاي؟ الرقم اللي هيطلع لي هقسمه على 3. الرقم اللي هيطلع لي هقسمه على 3. فانا كده دلوقتي عندي 3 مجموعات: مجموعة كاملة للظهر، ومجموعة كاملة للصدر، ومجموعة هقسمها على 2. هيبقى واحدة للدراع الأول وواحدة للدراع التاني. تمام. انتي على حسب بقى عدد السلاسل اللي طلعلك، على حسب سمك الخيط والإبرة اللي معاكي. فمثلا أنا طلعلي 72 سلسلة، فهيكون 72 على 3 24. فيبقى 24 كاملة للظهر، 24 كاملة للصدر، وال24 التالتة الأخيرة هقسمها على 2. هيبقى 12 غرزة للدراع الأول، و12 غرزة للدراع التاني. هبدأ بقى كده هعدل السلسلة بتاعتي. افردي السلسلة بتاعتك بالشكل ده كده عشان ما تبقاش بتلف كده، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة بالشكل ده كده. هرتفع سلسلتين، 1 2، واعتبرهم اول غرزة في السطر. هجيب 4 علامات بالشكل ده كده، والعلامة الخامسة بلون مختلف عشان اعلم بداية السطر. تمام كده. دي اول غرزة عندي في الظهر، فانا عندي 24. ادي كده اول غرزة 1، وهعد 24. هجيلكوا في الغرزة 24 هشتغل غرزة عمود عادي خالص. بدخل في الغرزة، اخد لفة واطلع. معايا حلقتين، 3 حلقات على الابرة، اسفة. بطلع من حلقتين في حلقتين تاني، اخد لفة، هدخل في الغرزة، اخد لفة واطلع. معايا 3 حلقات، هاخد لفة واطلع من حلقتين في حلقتين. هعد 24 عمود وارجع لكم. اشتغلت بالشكل ده كده 23 عمود. هنا الغرزة رقم 24 هبتدي اشتغل فيها التزايد بتاعي. فهشتغل كده 1 2 في نفس الغرزة، 3 في نفس الغرزة. اشتغلت 3 غرز. هعلم الغرزة رقم 2 من التلاتة
تمام. هعلمهم كده. دي الغرزة رقم 2 بالشكل ده كده. بعدين هرجع اشتغل غرز الدراع الاول اللي هم عندي انا 12 غرزة. انت شوفي عندك بيكون كام غرزة، فانا هشتغل 11 غرزة، والغرزة ال 12 نرجع نعمل فيها التزايد. فكده 1 2 هكمل. اشتغلت 11 غرزة. دي الغرزة رقم 12 هشتغل عليها 3 عمود يعني تزايد. ادي كده اول واحد، تاني واحد في نفس الغرزة، تمام، تالت عمود في نفس المكان، وهعلم برضو العمود رقم 2. تمام. دلوقتي هشتغل الغرز بتاعة الصدر، فهشتغل 1 2 على حسب الغرز اللي عندك. انا عندي 24 غرزة، فهشتغل 23 والغرزة 24 هعمل فيها التزايد. كده 1 2 3 هكمل 23 والغرزة 24 نرجع. اشتغلت بالشكل ده كده، وصلت عند اخر غرزة اللي هي رقم 24 في منطقة الصدر، فاعمل فيها التزايد بتاعي 1 2 3 في نفس الغرزة، وهعلم الغرزة رقم 2 من التلاتة بالشكل ده كده. بعد كده هرجع اشتغل اخر غرز عندي اللي هو الدراع التاني. انا عندي 12، فهشتغل لحد ما اوصل لاخر غرزة، وهتكون اخر غرزة في السطر معايا واخر غرزة في العد. اشتغلهم وارجع لكم. وصلت لاخر غرزة بالشكل ده كده، هشتغل فيها 3 عمود 1 2 3 بالشكل ده كده، وهعلم الغرزة رقم 2 من ال3 غرز. تمام. هقفل بمنزلقة في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بصي حابة يعني تشتغلي على طول ممكن، بس انا مفضلش. اقفلي السطر هنا في الغرزة دي افضل. قفلت كده بمنزلقة، هرتفع سلسلة 2 3، دول هعتبرهم اول عمود بلفتين. هعتبر كده ده اول عمود بلفتين عندي في السطر. هشتغل كمان سلسلة واخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة، هروح للتانية اشتغل عمود بلفتين، سلسلة، اخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة، اروح للي بعدها اشتغل عمود بلفتين. بطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، بطلع من الغرزة على 3 مراحل، سلسلة واخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة، ادخل بعدها اشتغل عمود بلفتين لحد ما اوصل عند اول علامة تزايد. اشتغلت بالشكل ده كده، وصلت هنا للغرزة اللي قبل العلامة، فهشتغل سلسلة ولفتين على الابرة، هتخطى الغرزة اللي قبل العلامة وهاجي عند غرزة العلامة بالشكل ده كده، معايا لفتين على الابرة، هشتغل مكان العلامة عمود بلفتين سلسلة، عمود بلفتين سلسلة، اهو ادي كده اول عمود، سلسلة، تاني عمود في نفس الغرزة او في نفس المكان، وهعلمه عشان ده مكان التزايد بتاعي فيما بعد. تالت عمود، استنى بقى، هعمل سلسلة وبعدين تالت عمود في نفس المكان. يبقى انا مكان غرزة العلامة بشتغل في السطر ده ايه؟ عمود سلسلة عمود سلسلة عمود بالشكل ده. ده التزايد بتاعي. بعد كده سلسلة وارجع تاني اتخطى غرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفتين، سلسلة، اتخطى غرزة اللي بعدها عمود بلفتين، سلسلة، اتخطى غرزة اللي بعدها عمود بلفتين. وصلت عند العلامة التانية، فهشيل العلامة وهشتغل مكانها عمود
بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين في نفس الغرزة تاني، وهعلم العمود ده عشان هو مكان التزايد فيما بعد، سلسلة، عمود بلفتين في نفس الغرزة لتالت مرة، سلسلة، عمود بلفتين واتخطى غرزة، واللي بعدها هرجع اكرر بقى السطر بالشكل ده كده، عمود بلفتين، سلسلة، واتخطى غرزة، عمود بلفتين، سلسلة، واتخطى غرزة. مكان العلامة بشتغل ناقص علامتين، فهشتغل في كل علامة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما اخلص السطر وارجع لكم. اشتغلت بالشكل ده كده تمام. هبتدي بقى كده سطر جديد. اخر حاجة اشتغلتها كان التزايد، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، ومفروض عملت سلسلة واخد لفتين اشتغل عمود، بس كده وصلت لنهاية السطر، فهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده كده تمام، وارتفع سلسلتين، واحد اتنين، هعتبرهم اول عمود. بعد كده الفراغ هشتغل عليه عمود، وفوق العمود هشتغل عمود، فكده هنا في الفراغ هشتغل عمود، وهنا فوق العمود في غرزة العمود هشتغل عمود بالشكل ده كده، فراغ السلسلة هشتغل عمود، وعلى العمود عمود تاني، على العمود عمود لحد ما اوصل عند اول علامة تزايد عندي بالشكل ده كده. هكمل وارجع لكم. اشتغلت بالشكل ده كده، وصلت هنا عند العلامة، الغرزة اللي قبل العلامة كانت سلسلة فاشتغلت عليها عمود، وصلت للعلامة فاشتغل مكان العلامة 3 عمود، واحد اتنين في نفس المكان، وبعلم الغرزة رقم 2، 3 في نفس الغرزة تمام. بعد كده فراغ السلسلة اشتغل فيه عمود، العمود اشتغل عليه عمود، وهكذا لحد ما اوصل للعلامة التانية. وصلت بالشكل ده كده عند العلامة التانية، هشيل العلامة واشتغل مكانها 3 عمود تزايد، واحد اتنين في نفس الغرزة، وأعلم الغرزة رقم 2 من 3، 3 في نفس المكان، وارجع اكمل تاني تحت السلسلة عمود، وعلى العمود عمود لحد ما اخلص السطر. يبقى مكان العلامة في السطر ده بشتغل 3 عمود، وبعلم العمود رقم 2 من 3. هكمل كده السطر ونرجع السطر اللي جاي. اشتغلت بالشكل ده كده لحد ما خلصت السطر، وصلت اخر غرزة كانت فراغ السلسلة. دلوقتي الغرزة اللي جاية اول السطر اللي هي السلسلتين، فاقفل بمنزلقة في تاني سلسلة من السلاسل بالشكل ده كده، وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة، 4 سلاسل، واخد لفتين على الابرة، هتخطى غرزة، اللي بعدها هشتغل عمود بلفتين. ده تكرار السطر رقم 2، وهم في الحقيقة سطرين بس اللي بيتكرروا فيما بعد، السطر رقم 2 والسطر رقم 3. اشتغلت بالشكل ده كده لحد ما وصلت لنص محيط دوران الصدر، ناقص منه تقريبا 5 سنتي او 6 سنتي. لو انت هتشتغلي على طول هتقفلي الدراع على طول من غير سلاسل، يبقى اعملي نص محيط دوران الصدر بالظبط. انا بقيس نص محيط دوران الصدر من العلامة دي اللي هي في منطقة الصدر، العلامة دي نص محيط دوران الصدر تمام. انا ناقص عندي كده تقريبا 6 سنتي 5 سنتي، هعوضهم بالسلاسل اللي انا هعملها تحت الابط تمام. فهبتدي كده اشتغل. انا طبعا قفلت السطر، هبتدي كده انا هنا في السطر اللي هو كله عمود، هرتفع سلسلتين باعتبار ان هم اول عمود، وبعد كده هشتغل تحت السلسلة عمود، وفي العمود عمود لحد ما اوصل عند اول علامة تمام. وارجع لكم. اشتغلت بالشكل ده كده، وصلت عند اول علامة، هشيل العلامة وهشتغل مكانها عمود بالشكل ده كده. بعد كده هزود عدد زوجي من الغرز،
عدد زوجي من الغرز او عدد فردي، لان انا برضو تحت يعني فردي مع فردي هيبقى عدد زوجي. فممكن تزودي انا قصدي ان هنا لو عملت مثلا 3 غرز والناحيه التانية عملت كمان 3 غرز، فتلاتة وتلاتة 6 يدونوا عدد زوجي. تمام. فانا هنا هعمل تحت القبط اي عدد غرز انا حباه يوصلني ل يعني مثلا كل سلسلتين قولي هيدونوا سنتي، فانا ناقص لي مثلا 6 سنتي. فمثلا هنا هعمل 6 سلاسل والناحيه التانية هعمل 6 سلاسل، فهعمل 1 2 3 4 5 6 كده 6 سلاسل. تمام. انت على حسب المقاس اللي عندك، وممكن تستغني عن السلاسل لو انت وصلتي لمحيط دوران الصدر ومش عاوزه تعملي سلاسل. هشيل العلامه كده التانية وهشتغل على طول مكانها عمود. يبقى انا تخطيت خالص الدراع الاول، كل غرز الدراع الاول اهو ما اشتغلتش عليه اي حاجه خالص. تمام. بعد كده هرجع اشتغل بقى عادي، السلسله عليها عمود والعمود عليه عمود، السلسله عمود والعمود عمود، لحد ما اوصل عند العلامه التانية التالتة بقى. كده هوصل لتالت علامه. انا كده دلوقتي شغاله في منطقه السطر. تمام. هشتغل لحد ما اوصل للعلامه التالتة. وصلت بالشكل كده ده للعلامة التالتة. هشيل العلامة وهشتغل مكانها عمود، ونفس عدد السلاسل اللي اشتغلتها الأول هشتغلها هنا كمان. 1 2 3 4 5 6. هتخطى بالشكل ده كده الجزء ده بالكامل، واروح عند العلامة الأخيرة هشتغل عليها عمود وعلى السلسلة عمود لحد ما اوصل عند بداية السطر. تمام اهو بالشكل ده كده. اشتغل عادي لحد ما اوصل لبداية السطر. وصلت لبداية السطر بالشكل ده كده، بقفل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة، وبعدين برتفع 1 2 3 4 3 سلاسل بمثابة اول عمود بلفتين، والسلسلة الرابعة اللي على السطر باخد لفتين على الابرة تخطى غرزة، واروح اللي بعدها اشتغل عمود بلفتين، سلسلة تخطى غرزة، والغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفتين، سلسلة. هشتغل هكذا على طول السطر. وعند السلاسل هنا هاجي اوريكم برضو هشتغلهم ازاي. عند منطقة السلاسل اهو هشتغل، هتخطى غرزة واشتغل على السلسلة، سلسلة، هتخطى سلسلة والتانية اشتغل عمود بلفتين، هكذا زي نفس السطر بالظبط. هكمل بقى السطر ده بالشكل ده، والسطر اللي جاي هيبقى كله عمود. تمام. هفضل اشتغل بقى سطر عادي، سطر عمود بلفتين سلسلة، وسطر كله عمود لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه. شوفي انتي محتاجة الطول يكون عندك قد ايه، وهتبتدي تشتغلي على هذا الاساس. بعد كده نرجع نشوف الحلية اللي هنعملها عند في اخر سطر. ممكن تستغني كمان على الحلية اللي انا هعملها يعني الخطوة اللي جاية، وكمان نشوف الدراع هنعمله ازاي. انا وصلت بالشكل ده كده للطول اللي انا محتاجاه للبلوزه بتاعتي. تمام. انا عاملاه كراب يعني لحد منطقه الوسط كده، مش عاملاه طويل خالص. تمام. انت طبعا الطول اللي تحبيه. هعمل دلوقتي زي فستونه كده او شكل ديكوري. فكده ده السطر المفروض كله عمود. فدلوقتي ارتفعت سلسله، قفلت بمنزلقه وارتفعت سلسله. هشتغل اول غرزه حشو، بعد كده هاخد لفة واروح على الغرزة اللي بعديها العمود اللي بعده، هشتغل 3 عمود. 1 2 3، 3 سلسلة. 1 2 3، وهنزل هنا في العمود هنا في الغرزة دي كده وهعمل منزلقة. دي غرزة بيكو. بعدين هرجع اشتغل تاني 3 عمود. 1 2 3 بالشكل ده كده. هروح للعمود اللي بعده هشتغل حشو، العمود اللي بعده هشتغل فيه برضو فستونة. 1 2 3، 3 سلسلة. 1 2 3، وهنزل هنا في الغرزة كده واعمل منزلقة، وارجع اشتغل تاني 3 عمود. 1 2 3 بالشكل ده كده. العمود اللي بعده هشتغل حشو. انا كده بشتغل على غرزة العمود فقط. تمام. العمود اللي بعده هشتغل 3 عمود بيكو، 3 عمود. 1 2
تلاتة سلسلة واقفلهم بمنزلقة، 3 عمود في نفس الغرزة، 1 2 3 لحد ما اخلص السطر بتاعي بالشكل ده كده. ده اخر سطر بالنسبة لي. بصوا شكلها بيبقى بالشكل ده كده. تعالوا نشتغل منطقة الدراع مع بعض نشوف هنشتغلها ازاي. عملت عقدة بداية بالشكل ده كده وهسحبها هنا. انا عند مثلا هنا اي غرزة، تمام، بالشكل ده، وهبدأ اشتغل عمود. كل سلسلة هشتغل عليها عمود بالشكل ده كده، تمام. هنا دلوقتي عندي هنا الاتنين عمود دول، عندي اسفل عمود ده، بصي ده كده هنا هتلاقي على السطر عمود اهو، فهعمل عليه تناقص كده. عملت 2 عمود مرة واحدة، دي الغرزة اللي طالع منها العمود فمش هشتغل فيها. عندي دلوقتي الغرزة اهي، دي غرزة العمود فهشتغل عليها كده اهو. اسفة هنا في سلسلة، بصي هنا في سلسلة فاشتغل تحتها عمود، وهنا في عمود هشتغله عمود، والسلسلة هشتغل عليها عمود، والعمود عمود كده، تمام، لحد ما اوصل عند اللي هو العمود ده الناحية هنا اهو. هنا العمود هنا الناحية التانية ده. وصلت بالشكل ده كده عند العمود اهو، العمود ده فاشتغل برضو تناقص عليه كده، عمود تاني معايا 3 حلقات، هاخد لفة واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. بعد كده هشتغل عادي، ده كده غرزة عمود فهشتغل عليها عمود، غرزة اسفة سلسلة، وهنا سلسلة، كل سلسلة هشتغل عليها غرزة عمود واحدة بس كده. ده كده هنا في سلسلة كمان بالشكل ده، وهقفل بمنزلقة عند اول عمود، هرتفع 4 سلاسل واخد لفتين، هتخطى غرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلفتين، نفس الغرزة بتاعتي، سطر عمود بلفتين وسطر كله غرزة عمود. هشتغل بالشكل ده كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه للكم بتاعي. هكمل وارجع لكم، تمام. هشتغل كده بشكل دائري على الكم لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه للكم بتاعي. الدراع الكم انا نهيت على اخر سطر هنا كده عند الغرز العمود سلسله، وهعمل 100 سلسله، 100 غرزه سلسله، تمام. انا ربطتها اهو 100 غرزه سلسله، غرز سلسله عاديه خالص، تمام. بشتغل غرز سلسله عاديه خالص. انا عملت 100 غرزه، 100 غرزة سلسلة، وببتدي ادخلها ما بين الغرز بالشكل ده كده، ما بين العمود والتاني بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بدخلها ما بين العمود والتاني وبربطها كفيونكة كده على الكم تعمل زي كشكشة. حابة تعملي الخطوة دي تمام، حابة ما تعمليهاش وتعملي فستونة زي القمر مفيش مشكلة خالص، زي ما تحبي طبعا. الحاجات الديكورية ديت طبعا ليكي انتي وزي ما تحبي. خلاص.